استمرار إهدار النقط في دوري هو الأغرب بالنسبة للنادي الأهلي. دوري من أوله فقدان نقط، والنهاردة برضو عمالين نفقد نقط وتعادلنا مع البنك الأهلي. الماتش كان رخم عامة. بس هقول لك يعني عامة كذا لاعب كده يعني قرفونا طول الماتش. عندك الشناوي كالعادة، والمداورة بتاعت الحراس دي قرفاني يعني عامة. انت هتعتمد على حارس واحد يا اما خلاص، انما مش ناقص قرف تاني الشناوي تنزله ماتش وشوبير ماتش والشناوي يقوم يتسبب فينا في جون ما يفردش ايده. يعني لازمتها ايه؟ يعني أنا عايز افهم يعني. لولا الجون ده كان زمان يعني الاهلي كان نازل بشكل كويس، كان نازل من اول دقيقه ضاغط وبيحاول يعمل كور ويخلص الدنيا بدري، لحد ما جه فينا جون في الدقيقه 10 من فاول. هي غلطه احمد عيد والشناوي، بس الشناوي يعني الكره يعني سهل، انت لو فردت ايدك هتجيبها يعني صباح الفل يعني. شوط كان خنيق يخلص 1-0، ينزل الاهلي الشوط التاني احسن من الشوط الاول. بس برضه مش اللي هو التفوق الجامد، لا كان برضه اللي هو يعني كان في لعيبه برضه قرفانه. لحد ما حصلت التبديلات، مع التبديلات بقى برضه تبديلة الشوط الاول بتاعت حسين الشحات كانت منشطه الدنيا نوعا ما. وحته برضه بن شرقي اللي هو يتحدف يمين دي حاجه مقرفه قوي يعني. انت ممكن تلعبه اللي هو يا اما يلعب مهاجم، يا اما تلعبه اللي هو يا اما مهاجم، يا اما تلعبه الناحيه التانية اللي هو جناح شمال. انما حته اللي هو جناح يمين دي مقرفه عامه. بعدين يعني الأهلي يفضل طول الماتش اللي هو متكتف لحد ما يتعادل في الدقيقة 82 عن طريق تريزيجيه بأرتو عالمي. كرة من حسين الشحات لعبها له بين الدفاع، تريزيجيه سندها وقام عادل نفسه، قام لعب بأرتو. يعني ايه ماركة تريزيجيه. نيجي بقى السلبيات. يعني أحمد عيد النهاردة مش عارف يعني، ده محمد هاني أقسم بالله يعني بالنسبة لك داني ألفيش. ده ايه العته اللي انت بتعمله ده يا اسطى؟ يعني عايز افهم يعني. هو ايه الكروس ده؟ انت عملت كروس في الشوط الاول اللي هو انا تفيت الميه وكنت بشربها اصلا. يعني ايه الكروس اللي هو انت تعمل الكوره كده يعني دي؟ مش فاهم يعني برضو. يعني الكروس اللي هو ارضي ولا هوائي؟ انت مش فاهم لك اي حاجه. شوت. هتكلم على ايه؟ هو ماتش عامه كله مقرف، والاهلي بيفقد نقط، وده كله بيخدم بيراميدز، هيخدم الزمالك، هيخدم الفرق اللي بتنافس. انت بتوسع الفرق بينك وبين اللي فوقك. انت محتاج دلوقتي كل نقطة. كل الدعم للنادي الاهلي في اللي جاي، واتمنى العك ده يتفضي يعني وكده. السلام عليكم.